قوي، مايله للسخونه عشان ايه اخلي ايه فروه الراس المسام ايه متفتحه معايا. ماشي، المجموعه دي رهيبه الحمد لله والشكر لله، الحمد لله. تمام، المجموعه دي عامله والله نتائج حتى مع ناس عندها اكزيما وصدفيه في البدايه. يعني لما بتبقى نسبه الاكزيما والصدفيه لسه في الاول لاحقينها، ما بدها عندنا مجموعه للاكزيما والصدفيه الكامله، بس دي المجموعه دي بتجيب كمان نتائج معاها. بس هنعمل الطريقه اللي بنقول عليها دي. غسلنا شعرنا الاول بميه دافيه مائله للسخونه، حلو كده، ونشف شعري بفوطه. بعد كده هجيب الميكس ده هنرجه كويس عشان زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله الله اكبر، شايفين النقاوه والتركيز الزيوت، تركيز زيوت عالي جدا. يعني انتوا هتلاقي الازازه حتى شفافه، بس لما بتقلب كده بصوا لان فيها زيت شاي اخضر وزعتر وروزماري وشجره شاي وحاجه، بصوا ولا اجمل ولا احلى. تمام، بسم الله والصلاه والسلام على فكره الزيوت دي كمان مش بتنقي فروه الراس، هي كمان بتعادل البي اتش بي وبتنظم افراز الدهون في فروه الراس للناس اللي فروه راسها دهنيه على طول. بعد كده هنبتدي نعمل الطريقه اللي اتعلمناها يا حلوين يا بنات ندى الهمشري. هنبتدي نعمل فرق في الشعر من اول منبت الراس من عند القوره لحد القفا، لحد ورا اهو لحد القفا. اعمل كده رجيت ده كويس، وهبتدي ايه هو فيه اصلا الغطا بينزل نقط، وهبتدي انقط كده وادلك حلو، دلك حلو قوي. بعد كده هفرق الفرق اللي بعده ونقط من فوق لتحت وادلك. ما تحطيش في الحته اللي انت حاسه ان فيها قشره بس، لا، فروه الراس كلها وادلك. اهم حاجه الفرق بين الفرق والفرق مساحه قد كده مش ازيد من كده. يعني الشعر كله راسك كلها هتتفرق بخط طولي كده بالشكل ده 10 فروقات على الاقل، 10 فروقات من اول القوره لحد القفا، من اول القوره لحد القفا بشكل طولي كده من قدام لورا كده. تمام، خلصت بقى الزيت هروح عامله ايه حمام فوطه سخنه. يعني ايه حمام فوطه سخنه؟ لو اعتبرنا ان دي الفوطه هجيب هعملها هبلها ميه سخنه واديها نص عصره واروح لفها على الشعر كده اهو، لفيت على الشعر كله، هي بس قصة بسبسة زيادة شوية اهو، لفيناها على الشعر، لفيتها على الشعر. اول ما الاقي الفوطة خدت درجة حرارة راسي هروح شايلاها وبلها تاني مية سخنة حلو، واروح نعصرها نص عصرة ولفة تاني على شعري. اعمل كده مدة قد ايه؟ ما تقلش عن تلت ساعة لنص ساعة. لا، القشره ما ينفعش معاها البروكاب يا لودي. الحاجه اللي انا بقول لكم الحاجات اللي بتجيب نتيجه مظبوط، القشره مشكله فطريه لا يستهان بها. تمام، الطريقه اللي بقول لكم عليها دي الطريقه المظبوطه. تمام، ودكتور هاني الناظر على فكره انا بقول الطريقه دي من زمان، ودكتور هاني الناظر ربنا يبارك لنا في عمره كان طالع لسه في حلقه وبيتكلم عن المشاكل الفطريه، وقال ان دي برده افضل طريقه اللي انا بشرحها لكم بقالي 6 سنين فاتوا. تمام، وانتوا بتكسلوا تعملوها، بس اللي بيعملها مظبوط بيشوف نتائج مظبوط. طيب انا عملت الفوطه السخنه دي بنفس الطريقه دي نص ساعه. بعد النص ساعه بعمل ايه؟ استريتش المطبخ الرهيب بتاعنا. تمام، مش هبوظ لكم حته اطول من دي، انسي مني كليف الاستريتش غالي. تمام، هنلف الشعر باستريتش المطبخ زي ما شرحنا. بعد ما هنلف باستريتش المطبخ هتعملي ايه؟ ورق فويل فوق استريتش المطبخ. تاني انا عملت فوطه سخنه تلت ساعه، بعديه هلف باستريتش المطبخ، وبعد استريتش المطبخ هلف بفويل. ليه الفويل؟ عشان احافظ على انا ايه الاستريتش المطبخ عزل فروه راسي وشعري عن الطبقه الخارجيه، وبعدين هروح حاطه فوق الفويل فهحافظ على الحراره وبخار الميه اللي انا عملته بالفوطه السخنه. انا بفهمكم انتوا بتعملوا ايه ليه. تمام، بالفوطه السخنه اللي جوه، فهيحافظ معايا، هيكتم بخار الميه السخن جوه. تمام، وبعد كده بتسيبيه من 2 ل6 ساعات، وهتخشي تغسلي شعرك بالشامبو كويس جدا. حلو كده، الخطوات دي مهمه قوي، بتخلصك من القشره في وقت قياسي وربنا. ماشي، طيب انا خلصت كده، ده نزلت تحت الشاور، نزلت تحت الدش بتاعنا. ماشي،
هنحط ايه؟ نبل الشعر حلو قوي 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 بالميه كده، ماشي. بعد ما هبله بالميه حلو قوي 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 وكاني بغسله بالميه، هروح ماسكه الشامبو بتاع القشره الرجيه يا بنت منك ليها، هيترج كويس جدا. بعد ما ارجه هحط كميه حلوه على الشعر وادلك. حسيت ان محتاج شامبو تاني حطي تاني، فريتي ايدك معلش. تمام اهو اهو. هنحط كده 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 على الشامبو واعمل حلو قوي واشطف بالميه حلو قوي قوي لحد الاطراف، واكرر تاني ارج كويس واحط الشامبو بتاع القشره رجوه كويس يا بنات، لان ده شامبو طبيعي. تمام، كله مستخلصات عشبيه وزيوت اروما. تمام، فمش زي الشامبوهات اللي بره، ده غير الشامبوهات، هو رغوي بس بحاجات طبيعيه، نسبه المواد الكيميكال اللي فيه لا تذكر، فملهاش علاقه بالحاجات اللي بره، وما بيعملش رغوه فوم، عشان الناس برضو تبقى فاهمه بتشتري ايه قبل ما تشتريه. وتدلكي حلو. هتكرري الخطوه بتاعت غسيل الشعر بالشامبو ده 3 مرات. بعد كده اخر غسله بالشامبو الكريمي عشان شعرك يطرى ويعمل كده اهو تحت الشاور ويعدل البي اتش بتاعنا. بعد كده بتاخدي البلسم وبتاخدي خصل، وهنسمح لك بخصل عريضه شويه، هتحطي البلسم وتدلكي. وبعد كده هتلميه، لمي شعرك وخدي الشاور بتاع جسمك عادي اللي هو ابو 10 دقايق واشطفي البلسم ده. ماشي، احنا كده خلصنا ايه؟ الشاور بتاعنا. هيبقى عندنا قطعه واحده وهو السبراي شجره الشاي والنعناع. السبراي ده اختراع يا بنات. بالنسبه لهنا بنبتدي نرجه كويس وبفرق الشعر لحد القفا وبخ بخ 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 بعد ما ارج وادلك على فروه الراس بس، ما تبخبخوش على شعرك. وبعد كده هنتك تك 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 وهكذا، ماشي، لحد ما اغطي فروه الراس كلها. وما تنسيش الحتت دي، اغلب الناس اللي عندها قشره بيبقى فيه قشره كتير هنا من تحت، لان انتوا بتهملوا على طول الحتت دي، على طول ايديكوا فوق، حتى في غسيل الشعر فوق بتهملوا الحته اللي تحت خالص. ماشي، بتهملوا الحته اللي تحت، فلازم تغسل حلو من تحت. والسبراي ما تنسيش الحته اللي تحت، الفرق بالطول، الفرق من هنا لهنا، بعد كده من هنا لهنا، بعد كده من هنا لهنا، وهكذا. وهرج وبخ وادلك. طب السبراي ده بنستخدمه كم مره في اليوم؟ من مرتين ل3، من مرتين ل3 يوميا. ده مطهر لفروه الراس يوميا.